الصعيد أرض المحبة والتسامح والكرم والشهامة وأصل التراث. وبالرغم من التغير اللي حاصل حوالينا عمره ما اتغير، ولسه محافظ على عاداته وتقاليده اللي تميز بيها بين شعوب الأرض. وحكايتنا بدأت من هنا في ساحة السيدة زينب مع راجل صعيدي أصيل هيكلمنا عن الصعيد. أهم حاجة في الصعيد إن لحد النهاردة متمسك بالترابط وبالعادات والتقاليد بتاعته. طب هذه العادات والتقاليد بتاعته بس نحسبها للدم واخد التار؟ لا، ده عاداته وتقاليده. يعني ما تلاقيش ضيف قدامه بيت واحد صعيدي ويسيبه. لو ما خذ لكم حته الجبنه هيطلعها يطلب ليه ويحطها قدام البيت ويقول له تعالى اتفضل. ايوه، ليه؟ هو انتمى على كده الطبع. مش مهم انا اقدر او مقتدر او مش مقتدر. أيوة. مش مهم دي. المهم ان لو انا في حد قدام بيته ومحتاج الضيافه انت هتلاقيه تلقائيا هو اللي موجود عنده قد بيه. نشأة البيوت الصعيديه نشأ فيها الاسره، فيها عمك، فيها خالك، فيها ابن اختك، فيها ابن اخوك، فيها صديقك، فيها صاحبك، فيها العيله بتتلم وفيها موده ومحبه. ومع ذلك تلاقي الحاجه اللي قاعده متماسكه ومترابطه بين الناس وبين بعضها وبين الاسر هتلاقيها في الصعيد. ايوه فعلا. بعض السمات كل واحد بيدور على واد عمه وكل واحد بيدور على جاره. بالظبط. وكل واحد متواصل مع خاله. بالظبط. طبعا طبعا طبعا. ومع سته. واي مناسبه تلاقي العيله ما ينفعش حد فيها يغيب ما يكونش حاضر. كيف تعلم العيل يحترم عمه؟ ده الصعيد. ايوه. كيف تعلم العيل يحترم خاله؟ كيف تعلم ابنك يحترم اللي اكبر منه في السن ايا كان هو تبع عيلته ولا مش تبع عيلته؟ ده الصعيد. مش الصعيد عمه وجلابيه وشال، لا، ده العمه والجلابيه وشال ده زي يفخر بها اي صعيدي. اي صعيدي. الصعيد اصول ومبادئ وكرم وشهامه ورجوله وغيرها على الارض والعرض. أيوة. انما اكون معتقد باللي انا هعمله وما ايقن منه وعدد نيتي فيه ان ربنا هيساعدني وهيقف معاي. لازم ربنا هيساعدك ويقف معاك. اي عمل وراه مشقه وتعب في نهايته نجاح. حتى لو مش نجاح مع الناس، نجاح مع رب الناس اللي شايفك ومطلع عليك انك اجتهدت وعملت اللي عليك. وبالنسبه ان انت داخل في ساحه بتاعت السيده زينب، طبعا ساحه السيده زينب دي نفحه من ست السيده زينب من فضل ربنا يعني على عم عفضيل. وهي الساحه حتى احنا كاخوات مع بعضينا كتبنا ورقه بيها ان تقعد على ذمه عفضيل كده ليوم القيامه. ما تقولش انا عملت، ما تقولش انا جبت، ما تقولش انا وكلت، ما تقولش انا شربت، ما تقولش انا كرمت ضيف. لا لا، فضل ربنا. ربنا المتفضل في الاول وفي الاخر. يعني هو الصعيد تنسبه بالتصوف تلاقي هي الروح واحده ما فيش اختلاف. الرحمه لو جوه الانسان هي رحمه ما فيش غيرها. بتتعامل بيها مع كل الاشياء. وقبل ما اختم معكم الكلام الفضل يرجع لعم عفضيل. انا بقول عليها عمي عشان هو اللي علمني، ما بقولش عليها ابوي خالص. انا بقول عم عفضيل وست الحاجه يامنه. هم اللي نشأت وصيهم، والفضل يرجع لهم في اي حاجه انا عايش فيها. اي حاجه انا اتعلمتها الفضل يرجع للاثنين دول، عم عفضيل وست الحاجه يامنه. رحمه الله عليهم. وربنا بحق جاه سيدنا رسول الله يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين في الشهر الكريم ويجعل سنه سعيده على مصر كلها. انا مبسوط جدا بالقعده مع حضرتك وبالرساله اللي وصلتهاني ووصلتها لكل اللي هيسمع الفيديو عن الروح الطيبه بتاعت محبين اهل البيت والروح الطيبه بتاعت الراجل الصعيدي رضي الله والعادات والتقاليد بتاعتنا. انا مبسوط وفخور جدا. الله يعزك. الله، ده انا اللي شرفت. انا اللي شرفت بيك يا سيدي والله. انا اللي شرفت بيك يا سيدي محمد. ربنا يجبر بخاطرك. متشكرين خالص. نورت ساحه السيده زينب. وعلشان بنخاف على بعضينا حتى في المشاكل ربنا سخر لينا ناس دورها تصلح بيننا. عاطف محمود عبد الغني، عضو لجنة مصالحات بيت العيلة المصرية محافظة أسيوط. في الحقيقة دور اللجان العرفية ده موروث قديم جدا، وهو الدستور القبائل العربية. وأجمع بعض المؤرخين على أنه هو يعني أتى مصر عن طريق الفتوحات الإسلامية، وهو عبارة عن عادات وتقاليد، وهو من اسمه كعرف بتقضي بين الناس بما لا يخالف الشرع ولا القانون، بمعنى ان هي فيها كثير من الشرع مثل الدية. وليها اللجان العرفية او المجالس العرفية ليها شروط.
الشروط اللي بتتوفر لابد ان تتوفر شروط معينة في القاضي العرفي، وهو ان هو يكون يتمتع يعني بمكانة وبثقة كبيرة بين بعض الناس، لان محدش بيتمتع بالثقة بين الناس كلها. واللجان دي بتتكون من ارقام فردية، إما 3 إما 5 إما 7، وده بيسمى القضاء الناجز. ليه؟ لأن هو سريع، ثم إن فيه بيقوم بدور هام جدا 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 في المجتمع، زي درء المفاسد أولى أو متغلب على جلب المنافع، أو إحالة الموضوع نفسه للصلح. يعني عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فمن تجدوا له مخرجا فخلوا سبيله. فخير للإمام أن يخطئ في العفو على أن يخطئ في العقوبة. العامل الأساسي اللي بتدور حوالين اللجان هو إنهاء الموضوع صلحا. بعد لما بيقعدوا الطرفين يقولوا أقوالهم، بتكتب أقوال الطرفين من قبل اللجنة، وكل يأتي بشهوده. يعني في قاعدة اللجان العرفية دي إما كفيل يضمن الطرفين أو أحدهم، أو ضمان مالي، لا إما يقعدوا على مبلغ مالي للتحكيم، لا إما يكون كفيل غارم يضمن الطرفين، بحيث ان لو طلع الحق عند هذا الطرف او العكس عند الطرف الثاني، يعني بتضمن السلام للطرفين، ما يفضلش الاخطاء تتبادل حتى بعد التقاضي في المحكمة. ده خد براءة وده اخد عقوبة، ولكن الموضوع كده ما انتهاش. واكتر اماكن يعني شائع فيها القضاء العرفي وفعال هي الصعيد والقبائل العربية في البدو ودلتا مصر. الحاج عاطف، ايه الرسالة اللي حضرتك عايز توصلها من صعيد مصر للمجتمع؟ رسالة للصعيد عموما ان العفو من شيم الكرام، وان احنا بدورنا بنسعى ما بين الناس لرأب الصدع في معظم المشاكل، او على الاقل خالص الوقوف لهذا الحد ايا كان نوع المشكلة. في امثلة كثيرة، ومن ضمنها القصة الشهيرة اللي هي حدثت في محافظة أسوان ما بين الداودية والهلايل، ولكن لما وصل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مشكورا، لمجرد وصوله هناك الطرفين قالوا: طالما انت جيت يا سيدنا الشيخ يبقى خلاص. ودي من شيم أهل الصعيد، ان مهما كان حجم الخلاف، ولكن يعني بمساعي أهل الخير والتوصل لحل مرضي للطرفين، برضو فيما لا يخالف الشرع ولا القانون. هنا بتظهر دور رجال الصعيد الحقيقيين، وبيضربوا المثل الأروع في العفو والصفح والتسامح، وده بيبقى بفضل الله سبحانه وتعالى. والدور الأكبر للجان السيارة اللي هي بتمشي بالخير بين الناس، ودي بتبقى من رجال اختصهم الله سبحانه وتعالى بقضاء حوائج الناس، بيستقطعوا من وقتهم ومن جهدهم، ويكونوا هم بيكونوا على قدر كبير من الثقة ما بين الناس، وبيكونوا من الناس اللي ليهم دور محوري في مجتمعهم، من المثقفين وكبار العائلات وشيوخ الأزهر. ومن المنبر ده أنا بشكر الجميع، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا جدا لحضرتك. العفو، أنا سعدت جدا برؤياك. كتر خيرك، بارك الله فيك. شكرا. وأكيد عمرنا ما هننسى دار التعليم في الصعيد. والله يا محمد، هو طبعا اي حد بيسمع كلمة صعيد للأسف بيجي في دماغه ان الصعيد ده جبل
وجمل وطار ونار ومشاكل، لكن احنا مش هننكر ان المشاكل دي موجودة، ولكن موجودة بنسب مختلفة قد تختلف من مركز لمركز ومن محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية، لكن طبعا عن طريق مساعدة أهل الخير ولجان المصالحات والمجالس العرفية بنقدر نتغلب على المشاكل دي الحمد لله، سواء كانت مشاكل كبيرة أو صغيرة. لكن احنا ليه دايما نبص للصعيد كده، مع ان الصعيد أنجب شخصيات عظيمة جدا أثرت في المجتمع المصري، زي فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي، فضيلة الشيخ أحمد الطيب، فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بابا شنودة الثالث، الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حافظ إبراهيم، طه حسين، مع كوكبة كبيرة جدا 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 من علمائنا المتواجدين داخل جامعات مصر المختلفة، وفي منهم اللي معار في دول عربية كمان ودول أجنبية. والحمد لله لحد الآن مفيش قرية أو مركز في محافظة من محافظات الصعيد إلا ما أنجب الدكتور والمهندس والضابط والمستشار وعضو هيئة التدريس والمدرس. فالحمد لله احنا علميا متفوقين جدا في الصعيد. الصعيدي من كتر إصراره على موقفه الصح ومن كتر عزيمته القوية، فدي قوة مش تكفيل دماغ، بدليل الصعايدة قهروا الحملات الفرنسية قديما على مستوى جمهورية مصر العربية. حضرتك يا دكتور حصلت عليها وتفوقت في ايه؟ أنا الحمد لله خريج كلية العلوم سنة 2003، متخصص في الرياضيات. التخصص الدقيق عندي كوانتم ميكانيكس أو ميكانيكا الكم. شكرا لحضرتك وشكرا للرسالة اللي وصلتها عن صعيد مصر. تسلم يا محمد، أنت نورتنا النهاردة، وكل سنة وأهلنا في صعيد مصر بخير، وأتمنى أن كل أهلنا في الصعيد يهتموا بتعليم أبنائهم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. نورتنا يا محمد. شكرا دكتور. في فنانين ومبدعين وعظماء وتشهد عنهم أعمالهم. دكتور محسن سليم، أستاذ النحت الفراغي والميداني، كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط. طبعا اللقاء النهاردة أنا بعتبره لقاء بالنسبة لي تاريخي، إن احنا نعبر عن دور الفن في صعيد مصر. الفن في صعيد مصر لعب دور كبير جدا على مر العصور قديما وحديثا، تشهد على ذلك الآثار المصرية العريقة في صعيد مصر. الفنان بيسجل الرموز اللي موجودة على مر العصور، زي ما الفرعوني القديم سجل كل حضارته من خلال الأعمال النحتية، سواء كانت الجدارية أو أعمال التماثيل أو في المقابر بتاعته، سجل حياته الاجتماعية والحياة العملية بتاعته، حتى الحرف بتاعته وإزاي كان بيزرع وإزاي كان بينظم الري بتاعه. كل دي حاجات خدناها من خلال الفن. الحمد لله يعني أنا كان من الناس اللي ليها دور في إن هي تنشر ثقافة الأعمال الميدانية في صعيد مصر، وكان ليا دور ان انا عملت مجموعة من الاعمال الفنية. يعني عملت العالمي مجدي يعقوب، عملت الفرعون المصري محمد صلاح، تطرقت لبعض الفنانين زي الفنان محمد منير والفنان عمرو دياب والله يرحمه الأبنودي. ولكن الفن بدوره بيلعب دور رئيسي سياسيا واجتماعيا وثقافيا، له دور عظيم بيمثله، وبنحاول ننقل صورة للشباب من خلال الفن. أتمنى من الشباب إن هم يحذوا حذو الناس اللي هي بيكون لها بصمة في المجتمع. الحمد لله يعني إن أنا وصلت للمرحلة دهية، وإن أنا أكون موجود معاكم، ومتشكر جدا للقاء بتاعكم، وشكرا جزيلا ليكم. وشيوخنا الطيبين اللي ياما اتعلمنا منهم واحنا صغيرين. يعني لما ربنا يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، تخيل انت لما البني آدم دايما يقول الأحسن والأحسن في حياته، ده هي يعني ينميه ويطور فيه عنده من أخلاقه اللي فعلا هتبين أخلاق المجتمع المسلم اللي لازم فعلا يظهر بيها. نكون يعني متشبهين بالنبي في كل أفعاله، في كل أقواله، في كل حياته. هل هو فعلا في حياته كان بيمشي بالمنهج ده؟ أيوة كان بيمشي بالمنهج ده. كان دايما حسن الخلق ده بيبقى في التعامل مع أصحابه، في التعامل مع أهل بيته، في التعامل مع الناس. يعني لازم نتشبه ونتقلد بالنبي علشان نعرف نطور من المجتمع بتاعنا، ونخلي يعني في شباب فعلا نافع للمجتمع، ويكون ليه الجانب الديني والجانب الدنيوي. الجانب الديني إن احنا مخلوقين للعبادة، والجانب الدنيوي إن احنا لازم نعمر الأرض
وننميها ونبين لجميع الناس إن الأمة الإسلامية دايما مترابطة، دايما عندها حسن خلق، دايما بتعرف تنمي من نفسها وتعرف تكون هي الأمة العظمى وهي أفضل الأمم على مدار التاريخ إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.